واش كتعرف انه في حرب الرمال فان الجزائريين والمصريين تحالفوا ضد المغرب في حرب الرمال، وتمكنت القوات المسلحه الملكيه المغربيه انها تخلي ضربهم بجوج، وتم القبض على مجموعه ديال الضباط المصريين الى جانب خوتهم الجزائريين. من بين هاد الضباط المصريين كان حسني مبارك اللي غيولي رئيس ديال مصر من بعد. هذيك الوقيته كان مازال واحد الطيار شاب عطاه الرئيس المصري عبد الناصر الاوامر باش يمشي مع الكابرانات وتسلخ معاهم في المغرب. بعد مرور سنة على أسر حسني مبارك في المغرب، داه الحسن الثاني الله يرحمه في واحد الطيارة لمصر وعطاه لعبد الناصر على شكل هدية. هنا المصريين غادي يفهموا مزيان أن المملكة المغربية ما معهاش اللعب ديال الدراري، وأن الجيش المغربي قوي، لأنه في حرب الرمال انتصر على 6 ديال الدول من بينها مصر وليبيا، كلهم كانوا متعاونين مع الجزائر باش ينتصروا على المغرب، ولكن المغرب خلى ضربوهم وسلخهم سلخة ديال الكلاب.